بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة وصفات السحور الصحي. رمضان مبارك عليكم جميعا، وأتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سأشارك معكم وصفة سريعة وسهلة لكنها مغذية جدا، تجمع بين الشوفان، الحليب بالتمر، الجبن الطبيعي، الفواكه والمكسرات، مما يجعلها خيارا مثاليا للسحور يشعركم بالشبع ويمنحكم طاقة لساعات طويلة. لنبدأ مباشرة. في وعاء وبالشوكة نهرس نصف حبة موز مع بعض من حبات الفراولة المقطعة. فالفراولة والموز يضفيان نكهة طبيعية وحلاوة خفيفة دون الحاجة إلى السكر المضاف، كما أنهما غنيان بالفيتامينات والمعادن التي تحافظ على نشاط الجسم أثناء الصيام. يمكنكم استبدال الفراولة بأي فاكهة أخرى متوفرة لديكم مثل التوت أو التفاح المبشور. بعد ذلك نضيف كأس من الشوفان، فالشوفان مصدر رائع للألياف التي تعطي إحساسا بالشبع لفترة طويلة، كما يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم. فإذا كنتم تفضلون قواما طريا استخدموا شوفان سريع التحضير، أما إذا أردتم قواما أكثر تماسكا فاستعملوا الشوفان العادي. نضيف ملعقة كبيرة من بذور الشيا، فهي غنية بالأوميغا 3 والألياف، مما يساعد على عملية الهضم ويمنحكم طاقة تدريجية خلال اليوم. إذا لم تكن متوفرة لديكم يمكنكم استبدالها ببذور الكتان أو حتى تركها تماما. نضيف الآن علبة من الجبن الطبيعي، مصدر ممتاز للبروتين مما يساعد على بناء العضلات والشعور بالشبع لفترة أطول. يمكنكم استبداله بالزبادي اليوناني أو اللبن للحصول على قوام أكثر كريمية. نصب كأسا من مزيج الحليب بالتمر على الخليط، فالحليب بالتمر يمد الجسم بالطاقة الطبيعية، حيث أن التمر غني بالسكريات الطبيعية والفيتامينات المهمة لصحة الجهاز العصبي. يمكنكم استخدام أي نوع من الحليب تفضلون، سواء كان حليبا حيوانيا أو نباتيا مثل حليب الماعز أو حليب اللوز أو جوز الهند. نخلط جميع المكونات جيدا بالملعقة، ثم نتركها لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتماسك وتمتص النكهات. وأخيرا نقوم بالتزيين. نرتب شرائح الموز والفراولة على الوجه، ثم نضيف مكسرات متنوعة مهروسة والقليل من الزبيب ولمسة أخيرة من زبدة الفول السوداني. فالمكسرات وزبدة الفول السوداني تضفيان دهونا صحية مفيدة لصحة القلب، كما تمنحان طاقة تدوم لساعات. إذا كنتم لا تفضلون زبدة الفول السوداني يمكنكم استبدالها بزبدة اللوز أو العسل الطبيعي. يمكنكم تحضير هذه الوصفة قبل السحور بساعة وتركها في الثلاجة حتى تتماسك أكثر وتكون جاهزة للأكل فورا. إذا كنتم تحبون الشوفان البارد والطري أكثر يمكنكم تحضيره قبل النوم وتركه في الثلاجة طوال الليل حتى يمتص الشوفان الحليب ويصبح قوامه كريميا ولذيذا. هذه الوصفة تبقى صالحة في الثلاجة لمدة يومين، لكن يفضل تناولها في اليوم نفسه للحفاظ على قوام الفواكه الطازجة ونكهتها. إذا أردتم تحضيرها مسبقا دون أن تصبح طرية جدا يمكنكم خلط جميع المكونات ما عدا الحليب والفواكه الطازجة وإضافتهما قبل التقديم مباشرة للحصول على قوام متماسك وطازج. وهكذا أصبح سحورنا الصحي جاهزا، وصفة غنية بالعناصر الغذائية تمنحكم إحساسا بالشبع والطاقة دون الشعور بالثقل. جربوها وشاركوني رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم قريبا في وصفة صحية أخرى. دمتم بخير وسحورا طيبا.